رجعت لكم تاني بعد الفاصل مع فقرة جميلي حياتك. بس قبل ما ابتدي فقرة جميلي حياتك هقول لكم السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهاردة علشان تتابعوا معايا وتقدروا تجاوبوا بعد البرنامج. سؤال حلقة النهاردة كان: ما هو المكون الأساسي لماسك الترميم؟ السؤال مرة كمان: ما هو المكون الأساسي لماسك الترميم؟ وهنقوله أكتر من مرة في الحلقة، وهو موجود معانا على الشاشة. وبعد البرنامج على طول تروحوا على بيج برنامج مع أمل انتي أجمل، وهتلاقوا السؤال موجود على بوست على البيج، تقدروا تجاوبوا. كل اللي معانا يقدر يجاوب على البيج. في فقرتي النهارده معانا النهارده فقره خاصه جدا بالاكسسوارز، وكمان وموضات الاكسسوارز ل 2016. فقرتي النهارده مشرفاني فيها ضيفتي الاستاذه ندى صلاح الدين. اهلا بيكي يا ندى. اهلا بيكي، شرفتيني حبيبتي النهارده ونورتيني يا روحي. وانتي النهارده ما شاء الله جايبه لنا اكسسوارز حلو جدا تحفه، وكله طبعا من صنع ايديكي. مظبوط. وكمان انتي قلتي هتعلمينا نعمل اكسسوارز ازاي لنفسنا. بالظبط، هنعمل حاجه بسيطه جدا على الهواء. حلو جدا، حلو. بس قولي لي في الاول يا ندى، ايه الحاجات بتاعتك، او انتي معتمده على ايه الماتيريال اللي انتي بتشتغلي بيه اللي في كل الاكسسوارز بتاعك؟ بصي، انا بعتمد اكتر على الاحجار اكتر من المعادن. الاحجار. فدايما بحب حجر العقيق، لان العقيق اصلا بيتكلم لوحده، يعني هو بيتكلم عن نفسه. طبعا. بالنسبه للتصاميم، انا اصلا دراستي كانت تاريخ، فمهتمه جدا بالاكسسوري اللي هو العتيق، الحاجات اللي هي بتمثل مصر القديمه والشرق القديم وكده. فدايما التصاميم بتاعتي شرقيه اكتر. شرقيه. طب والفرعوني ما اتجهتيش للفرعوني؟ لا، في ومعايا تصميم فرعوني بجد. يعني اصل لما قلتي انك تاريخ يبقى لازم على طول فرعوني على لازم طول. ده مثلا ده ستايل فرعوني خالص. جميل. وكل حاجه فيه يعني رمز لحاجه مهمه. الكاميرا تجيبه لنا. ايوه، هنا كاميرا معانا، هنا كاميرتك هنا يا ندى، هنا. تمام، حلو قوي. ده كل حاجه فيه بترمز لحاجه مهمه جدا، سيمبوليك فرعوني يعني. تمام، حلو جدا. طيب ايه تاني بقى حاجات تمثل برضو التاريخ؟ في الستايل ده برضو. ده ايه؟ ده عقيق وداخل فيه نحاس بسيط جدا. عقيق ونحاس. حلو قوي. الاحجار دي كلها عقيق. ثبته لنا شويه كده يا ندى بايدك عشان الكاميرا تشوفه. حلو قوي. وكمان زي ما قلتي العقيق اساسا مع الناس ليه رونق تاني خالص. بالظبط. والوان حلوه قوي. هنا الوان العقيق انت معتمده على الوان ايه العقيق؟ هنا ابيض وفوشيا ونبيتي شويه. حلو قوي، حلو جدا. ايه تاني برضو انت عاملاه كمان ندى؟ في الستايل ده. حلو قوي، جميل الستايل ده عقيق مبطط برضو لتحت. عقيق برضو. حتى لمعته حلوه قوي جداً. يعني العقيق بيبان من لمعته. بالظبط. من لونه. حلو قوي، جميل جميل. طبعا ممكن نعمل بالوانات كتيره جدا. بالظبط. مش بالاحمر او النبيتي. لا، ليه الوان كتير جدا، ليه الوان كتير. حلو قوي. طيب كمان انت عامله هنا انسيالات دي ولا ايه دي يا ندى؟ ده ستايل بسيط شويه. يعني بتحطي بس ده عقيق برضو ولا ايه؟ لا، ده كريستال. ده كريستال. الكريستاليه بتبقى على جنب. على فكره شكلها جديد قوي. شكلها حديث ان هي كريستاليه على الجنب. من الموضه الجديده. حلو قوي، يعني ده لموضه 2016. ايه كمان؟ في كمان الانسيالات دي. تمام. دي برضو انا معتمده، رقيقه جدا وصغيره قوي، حلوه قوي. بالظبط. انا معتمده فيها على الرموز بتاعه العين والكف والحاجات دي. بجد. طب ورينا حاجه كده نبينها اكتر. في حاجه انت هنا عاملاها فيها عين، شكلها حلو قوي. دي جميله. في حاجه زي كده مثلا. هي فيها شكل العين. حلو قوي. الناس كتير جدا بتحب شكل العين في الاكسسوارز بالذات. بالظبط، لانه مميز جدا. في كمان اللي طالع دلوقتي الفيل. جميل جميل. ارفعيه شويه يا ندى كده. لا، نزلي ايدك التانيه لتحت نعرضه. حلو قوي، جميل. ده هندي شويه. انا لسه كنت اقول لك الفيل ده تبع الهنود. في ده كمان. لا، حلو. وده عباره عن ايه؟ ده لولي وداخل فيه عين برضو صغيره. طب دي ايه، كريستال دي ولا ايه؟ دي حلوه قوي. ده ليه دي حلوه جدا. دي ماكيت احجار كوارتز، زي هاي كوبي كده. ماكيتة احجار. كوارتز. شكلها حلو جدا. شكلها جميل.
لا ما شاء الله حلوه قوي. طب الحاجات دي بتكون غاليه يا ندى ولا رخيصه؟ والله على حسب، يعني في خامات بتبقى غاليه جدا، العقيق بيبقى من اغلى الخامات. طبعا ما لسه كنت هقول لك عقيق ده اكيد لازم يكون غالي. لكن اللولي بيبقى اقل شويه، اللولي الزجاجي بالذات، لان في اللولي المزارع اقل من العقيق. اللولي الزجاجي اللولي المزارع بيبقى غالي برضو. في الكريستال برضو بيبقى معقول شويه. في بقى احجار تانية بقى زي الفيروز الهاي كوبي برضو، الكاسبر، الزبرجد، كسر الاحجار. زي ايه؟ طب ممكن نشوف حاجه معاكي هنا؟ طب في صور انا كنت سايباها للاعداد برضو، فيها خامات تانية ممكن نعرضها. في صور ليكي تانية جايباها، صور شغلك؟ طيب يا ريت يعرضوها لنا دلوقتي على الكاميرا، صور شغل ندى، نعرف برضو هي تشرح لنا وانت تشرح لنا كل صورة بتمثل ايه، او هي مصنوعة كمان من ايه. اهم حاجة يا ندى اللي هي تكون مثلا مصنوعة من ايه بالظبط. موجودة اول صورة معانا اهي، دي من ايه دي يا ندى؟ مصنوعة من ايه دي؟ ده عقيق وبلاستيك. الذهبي ده بلاستيك. واللي بعديه لولي. حلو ده ستايل فرعوني طبعا. طب الالوان ما هو شكله ستايل فرعوني. الالوان اللي في النص اللي هو الازرق والفوشيا والبني ده ايه؟ ده كله عقيق. حلو قوي. طب الصوره اللي بعد كده معانا ايه؟ ده ايه؟ ده جاسبر، حجر اسمه جاسبر. حلو قوي. وكمان هو لونه ازرق، الناس اللي بتحب الحاجات الزرقاء عشان الحسد عشان الناس اللي بتخاف من الحسد لازم تجيبه اساسا. بالظبط. طيب ده كمان ايه؟ ده بقى كسر الاحجار اللي داخل فيه، ده كسر الاحجار داخل مع العقيق. حلو قوي على فكره، الوانه كمان جميله جدا. معانا صور تانية جميله دي. ده عقيق برضو داخل معاه بروش. ما هو بصي العقيق دايما بيتكلم عن نفسه. بيتكلم صح. ايوه هو بيتكلم اساسا. ودي كمان ده ايه الصوره اللي بعد كده؟ ده عقيق، والدلايه اللي تحت دي صدف الطويله دي. طب يا ندى لو احنا عندنا مثلا ستايلات بقى اللبس، امتى لو انا لابسه ساده البس ايه عليه، ولو انا لابسه حاجات مشجره البس ايه؟ يعني ده عقيق في الاول نشوف دي بعد كده تجاوب لنا على السؤال. ده عقيق ازرق لونه حلو قوي. موف غامق شويه. يعني دايما الاكسسوري بيكمل الطله بتاعت اللبس والميك اب وكده. فدايما احنا نبقى عايزين نخلي الاكسسوري ما يبقاش اوفر، وفي نفس الوقت يبقى مبين بقيه الشكل. يعني احنا مثلا لو لابسين حاجه مشجره يبقى الاكسسوري الساده، يعني اللون يبقى واحد بالزبط. لكن لو انا لابسه حاجه ساده ممكن احط الوان بالظبط، حاجه زي الفرعوني مثلا، الستايل الفرعوني اللي كان في الاول، حاجه فيها الوان كتير وشغل كتير. كان حلو جدا. اول كليه اتعرض معانا على الشاشه، حلو قوي. بالظبط. طيب تمام حلو. طيب النهارده كمان هتعملي لنا بقى ايه نتعلمه النهارده؟ اهم حاجه احنا شفنا اغلب حاجاتك يا ندى وهنتفرج عليها كمان، بس هنشوف حابين نوري مشاهدينا ممكن يعملوا ايه، يعني ممكن يعملوها ازاي وينفذوها ازاي في البيت. هو الطريقه سهله جدا. هو طبعا في طرق لحاجات تانية كتير اصعب، بس دي ابسط حاجه ممكن. لا احنا نعلمهم الحاجه البسيطه، لكن الحاجات الاصعب عايزه حد بروفيشنال زي كده. يعني الحاجات البروفيشنال الكبيره لا نخليها لكم. امال طب احنا هنشتغل ازاي؟ هناخد منك ازاي؟ يعني دي علشان بس نعمل الحاجات البسيطه اللي احنا بنستعملها. تمام. لو واحده مزنوقه في خروجه في حاجه سريعه عايزه تعمل حاجه بسيطه كده في البيت مع نفسها تقدر تعملها بسهوله. بالظبط. والخامات دي موجوده في الاسواق في اي محافظه. متوفره عادي. في المحافظات، يعني مثلا انا من اسكندريه، هي في زنقه الستات بيبقى موجود كل يعني حاجه كل من الحاجات المحلات اللي هم بيبيعوا الاكسسوارز، ولا دي اللي هم بيبيعوا الخرز واللولي والحاجات دي متهيألي؟ هو كله بيبقى موجود في مكان واحد. يعني هو بيبقى سوق، دايما بيبقى سوق للخامات. للخامات الخرز والخياطه وكده. تمام. فبيبقى حاجات متداوله. طب اللي احنا هنعمله ده اسوره ولا؟ دي اسوره. طيب دي اسوره. بنجيب حبل، ده حبل اسمه حبل سناره. هنعملها بسرعه شويه عشان فقرتنا قربت. فاحنا بنجيب الحلقه بندخلها في طرف واحد بس. تمام. وبنضم الطرفين على بعض. وبندخل حاجه اسمها ستروبر او حباسه. دي حاجه صغيره خالص بندخلها. صغيره جدا. بندخلها وبنبططها علشان ما تفكش مننا. يعني بتدخلي خرزه وبعدين او ده لولي ولا ده ايه بقى؟ لا ده عقيق. عقيق. انت بتحبي العقيق جدا يا ندى. جدا. واضح من كل حاجتك عقيق، كل شغلك عقيق. حلو قوي. طيب احنا ممكن ان هي انت بوريهم كده هم بيلضموا، يعني بتلضمي واحده ورا الثانيه جوه. تدخل ببساطه جدا. ندخلها. انت ربطتي الطرف اللي تحت
صح؟ بنحط ولا فيه طرفين على الحبايسه. بعض؟ لا، الطرفين على بعض. تمام. بنحط الحلقه في جنب واحد، اسمها الحبيسه قلتي؟ الحبايسه او الستروبر. تمام. وبعدين حلو بقى أوي. بنبدا ندخل الخرز واحده واحده اهو. دي علشان تمسك الخرز ما يبداش ينزل مننا. بالظبط. حلو قوي. بتبقى في الاول وبتبقى في الاخر برضه. تمام. بنحط واحده ورا الثانيه. هنا بقى ممكن تشكل الوان بقى، ممكن بالظبط. كل واحده تبقى لون، لان العقيق او لون اصلا ساده. مموج. العقيق مموج. في طب المعظم. انت عارضه لنا حاجه لونها ازرق ساده، عقيق فيه ساده خالص؟ الاخر صوره كانت معانا دي ازرق ولا برضو مموجه؟ لا، كانت مموجه، بس برضو هي مموجة الصوره عشان ما كانتش الصورة؟ واضحه. لكن في منه الوان كتير يا ندى، احنا ممكن نلاقي الوان جدا، في الوان كتير جدا. وفي كمان التمويجه بتاعته بتعمل منه منظر مختلف. لو انا هحط معاه الوان مع بعض، بتعمل في الاخر شكل مختلف. حلو قوي، حلو جدا. لكن عقيق قلت لنا يا ندى زي ما انت قلتي ان هو حاجه، هو غالي شويه، هو الماتيريال بتاعته غاليه بالظبط. شويه. لكن هو الغالي ثمنه فيه، هو حلو قوي طبعا. لمعته يعني احنا طبعا اللولي والكريستال والحاجات دي بتبقى شكلها حلو لما بتشتغلها بطريقه كويسه. بس العقيق حاجه تانية. تمام، حلو قوي. بس كده احنا ممكن نوريهم بس ابسط الحاجه عشان فقرتنا. طبعا انت بتلفيهم بيبقوا زي الانسيال. بالظبط. مظبوط. حلو قوي، حلو جدا، حلو قوي يا ندى. ميرسي يا حبيبتي. طيب في حاجه تاني حابه تعرضها لنا بسرعه عشان احنا فقرتنا خلاص انتهت؟ في ده ستايل الكردان المصري. اتفضلي. الكردان المصري. حلو قوي، جميل جميل. حلو في جدا. برضو ده مظبوط اهو. تمام، حلو جدا، شكله في منتهى الشياكه. شكله شيك جدا. عقيق برضه بس مبطط. انا قلت يا ندى انت بتحبي العقيق اصلا، الناس اللي بتعشقي العقيق. طب يا ندى احنا كمان عشان مفاجاه لمشاهداتنا ان احنا النهارده اللي هيكسبوا معانا من ضمن الجوائز هتتقدم اكتر من جايزه. في جايزه هتتقدم فور فري من سنتر امل نور، وجايزه النهارده كمان من ضيفتي ندى صلاح الدين. هتقدمي ايه جايزه لضيفتنا لمسابقتنا للمتسابقه معانا اللي هتكسب معانا؟ حابه تقدمي ايه؟ هيكون ده الهديه بتاعتها. الله، جميل. العقد ده حلو قوي. هو ده ايه؟ هو دي طرف موف ولا انت ماسكه اتنين مع بعض؟ لا، هو مشبوكين في بعض. مشبوكين في بعض. طب نخلع واحد عشان نوري بالظبط مين فيهم اللي هي هتكسب، هتاخد ايه جايزتها. حلو. ده برضو عقيق ولا ايه برضو؟ ده لولي كبير. لولي زجاجي حجم كبير. بس اما بعد اذنك اشوفه، هو شكله حلو جدا، عاجبني قوي بصراحه، هو تحفه. حتى الدلايه بتاعته حلوه قوي. هنعرضه بسرعه كده لمشاهداتنا اللي هتفوز معانا، هتكسب من ضمن المتسابقين ومن ضمن جوائزنا كمان هتاخد الجايزه دي. عقد اللولي. مظبوط. بس حلو قوي، شكله تحفه. تسلم ايدك يا ندى، ميرسي ليكي. وبصراحه شغلك حلو جدا. وبنشكرك على فقرتك، وبنشكرك على تشريفك لينا النهارده. ونتمنى يكون لنا حلقات تانية ان شاء الله كده مع بعض باذن الله. ميرسي ليك يا ندى. وهنطلع فاصل، وانتظروني بعد الفاصل على فقره انتي اجمل.